ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ هنعمل فقرة جديدة وهي اسمها فقرة الشاي الأخضر. بما إن أنا مش بحبه بس عايز أشربه، أو مضطر إن أنا أشربه عشان يعني ايه الواحد تخن شوية، فمحتاج إن احنا نقلل. المهم بغض النظر عن المواضيع دي، حبيت إن أنا أربط موضوع الشاي الأخضر بإن الوقت كمان متأخر، بإن أنا عاوز الفيديوهات اللي تكون عن نسميها فقرة الشاي الأخضر تكون مواضيع أنا بتكلم فيها مع نفسي، وعاوز ان انا اتكلم فيها مع الناس كمان. طيب ايه هي المواضيع دي؟ انا يا جماعة بحب التصوير. طب ما ده معروف، لو انت متابعني هتعرف ان انا بحب التصوير. ايه الجديد؟ طيب انا بشوف ان الناس اللي بتحب التصوير، وهنبتدي نعمم على باقي الامثلة، ولكن انا بشوف الناس اللي بتحب التصوير عندها انا بسميها قوة خارقة. طب ليه قوة خارقة؟ انت دلوقتي قاعد في البيت بدون اي سبب، او بدون اي مقدمات، بتبص على حاجة كل الناس بتبص عليها، بس لقيت انك انت قادر تطلع منها حاجة او منظور تاني، او شايفها بمنظور تاني محدش شايفها. وبرضو حتى لو انت قاعد مع مجموعة مصورين هيبقى نفس الكلام، ان كل واحد فيكم عنده منظور مختلف بدرجات معينة. ممكن درجات متفاوتة في المنظور، ممكن كل صورة تطلع أحلى من التانية، ولكن ده بيرجع لعوامل تانية، تدريب وتغذية بصرية وحاجات كده. ولكن أنا مثلا ليه بقول كده؟ أنا جيت في 2019 فترة الكورونا بالتحديد. طبعا كلنا كنا قاعدين في البيت، ساعتها كنت في الجامعة، وكان حظي وحش جدا، يعني اللي هو داخل بقى الجامعة جمع صحابه كده، وفجأة بدون أي مقدمات الكورونا تيجي وأقعد في البيت. طيب انا دلوقتي قعدت في البيت، وفجأة لقيت نفسي انا عاوز اي شعور بحس فيه ان انا ادمجه في صورة. وهل انا وهل انا هنا مثلا هصور نفسي؟ فابتديت اصور نفسي. لو انت عندي على الانستجرام هتيجي يعني انزل تحت كده هتلاقيني بدمج نفسي شعور مثلا سلبي حسيت بيه، شعور فرحان فيه، تنوع الشخصيات وتكراراتها، كل الحاجات دي. حتى لو ساعتها جودة الصورة كانت وحشة، ولكن انا قادر ان انا عندي حاجة عايز اطلعها في صورة، معرفش ليه. وفجأة بعد كده ابتديت لما كورونا خلصت ابتديت اصور اماكن، ابتديت انزل لوحدي اروح اماكن. ساعتها اول مكان روحته لوحدي كان قصر البارون. ابتديت اصور حاجات كده انا معرفش ايه قواعد التصوير، ولا اعرف اصلا ايه هي الحاجات او العوامل اللي هتخليني اكون بصور الموضوع ده. طيب بعد كده بقى لما ابتديت اتعمق في الموضوع اكتر مع الناس، وابتديت يعني انا مش مختلف اكيد، بس ابتديت ان انا فعلا مختلف عن المجتمع بتاعي دلوقتي. ولكن لما اندمجت مع المجتمع بتاع الناس اللي بتصور والناس اللي بتعمل صور وكده، لقيت لا، في ناس شبهي وفي قواعد للتصوير انا حاسس بيها. فعشان كده انا بسميها قوة خارقة، انك انت عندك شعور ما تعرفش جايلك منين، بس انت بتصور. وده ممكن يبقى عند بعض المواهب، الناس اللي عندها مواهب تانية هو اتولد بيها او لقى نفسه بيعملها فجأة. فانا بسميها ان الموهبة يا جماعة ما هي الا قوة خارقة، وانت بتنميها عن طريق بقى انك انت بتذاكر اكتر، بتعمل اكتر. في ناس كتير على الانستجرام مشهورة جدا من صحابي، وفي ناس كمان مثلا مشهورين جدا من برا مصر زي الناس دي. دول برضه يا جماعة بيعملوا محتوى زي او زي الناس برضه على اليوتيوب. انا ما كنتش اعرفهم. هي دي الفكرة، ان انا دلوقتي كنت بعمل حاجة وفجأة لقيت في ناس كتير بتعملها، لا وفي ناس كمان مشهورة بيها، وفي ناس متطورة بيها، في ناس منمية الموضوع، وفي ناس كمان بتتابع الموضوع ده. لان انا في مصر بحس ان الموضوع صعب جدا ان انا الاقي ناس بتعمل صور، او انها يعني اغلب قرايبي او كده كان يقول لي محتوى التصوير يعني مش اي حاجة. وفي برضو ناس بتاخد الموضوع تجارة، تشتري كاميرا وتنزل تصور الناس بحجة يعني قصدي كلمة مصور ممكن كمان ما تتقالش عليا. يعني انا مش بقول ان هي بتتقال على كل الناس، ولكن انا بحس كلمة مصور مش اي حد ياخدها، او رسام او ممثل او اي حاجة، مش شرط الحاجات دي.
فانا يعني ده حاجة انا بواجهها دايما، وبحس ان الناس اللي بتحب التصوير مميزة وهيفضلوا مميزين. ومن هنا بقى يا جماعة نقول ان مهما كان عندك موهبة ايا كانت هي ايه، حاول انك انت تطورها، حاول انك انت تنمي نفسك فيها وتطور نفسك فيها. انا نفسي جدا اكون الحاجة اللي انا بعملها دي، انا مش عارف دلوقتي ان هتوصل للناس ولا لا، بس انا حاليا مش قادر اركز في الموضوع 100% لان مضغوط في حاجات، ولكن انا بحاول على قد ما اقدر. في خلال شهور ان شاء الله هكون اخلص من اللي انا فيه، وهكون ان شاء الله متفرغ للموضوع. متفرغ بمعنى كلمة متفرغ، عندي افكار وعندي حاجات عاوز ان انا اعملها، عاوز ان انا اعرف الناس ان انا بعمل ده عشان انا بحب ده، وعشان عاوزك كمان انت كمان تحب ده. قلت كمان كتير صح؟ ويمكن انا عمري ما بتكلم بطبيعتي في الفيديوهات اللي انا بقدمها، ولكن انا عندي حاجة، انا حاسس ان انا عندي حاجة، وبأمر الله، بأمر الله يعني في قريب ان شاء الله هظهر الحاجة دي. مش كل الناس مقتنعة، بس انا ان شاء الله هظهر الحاجة دي. وابتديت ادخل مع ناس بتحب فعلا التصوير، لاني حتى لما كنت اقرب الناس ليا اللي كنت بقول لها عن موضوع التصوير ما كانوش بيبقوا مهتمين. مش بتكلم على التصوير ذات نفسه، انا بتكلم عن الاهتمام بالحاجة اللي انت بتحبها. بس انا دي كان اول حلقة من حلقات فقرة الشاي الاخضر. اتمنى ان هي تكون عجبتكم يعني، وان انا اكون اتكلمت بطبيعتي وتكونوا فهمتوا الموضوع. وان شاء الله قريب اسمي والشغل اللي انا بعمله هيكون كويس، والناس هتتفرج عليه وهيعجبها. هتلاقوا في وصف الفيديو ده سواء فيسبوك او يوتيوب لينكات انستجرام بتاعتي، قنواتي وحاجاتي. ادخل اتفرج على شغلي وقول لي الايجابيات والسلبيات، وانا في تطور دائم عشان ان شاء الله اكون اللي في دماغي هو اللي على ارض الواقع ان شاء الله. واسيبكم بقى اشربوا شاي اخضر يا جماعة من غير سكر، فتلتين، ومتنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وايه تاني، فعل زر الجرس، تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله.